السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. لو محتاره تعملي غدا ايه النهارده، عملنا غدوه سهله وسريعه وما شاء الله عجبت الاولاد جدا. بنص كيلو سجق عملنا احلى صينيه بطاطس بالسجق، جنبها رز بشعريه او رز ابيض زي ما بتحبوا. الاكله دي جميله جدا، هتجربوها ان شاء الله هتعجبكم. قبل ما نبدا نذكر الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معانا المقادير: معانا معلقتين صلصه، معانا التوابل: كمون، كزبرة، فلفل اسود وملح، 7 بهارات، رشة بابريكا، رشة شطة. ومعايا نص كيلو سجق، ده سجق بلدي بالشكل ده. ومعانا معلقتين زيت، معانا بصلاية كبيرة متقطعة جوانح، وفصين توم مهروسين، معانا فلفل الوان على فلفل رومي على فلفل حامي، طماطم معصورة ومحطوط عليها رشة سكر. ومعايا 3 حبات بطاطس قطعتهم بالشكل ده، ممكن نقطعهم صوابع او حلقات، اي تقطيع انت بتفضليها. هنزل كده بكمية الفلفل والثوم والبصل بالشكل ده، وهننزل عليهم بالتوابل ونقلبهم كويس. بجد الاكله دي جميله جدا، طعمها وريحتها تحفه. اتمنى تجربوها وتكتبولي في الكومنتات. قلبناهم كويس بالشكل ده. هنزل عليهم بالبطاطس ونقلب كويس. حبايب متنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وبشكر كل حبايبي متابعيني على كومنتاتكم ولايكاتكم الجميله. تسلمولي يا رب، اجمل عيله واجمل متابعين. والناس الجديده اهلا وسهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني. هنقلب كويس بالشكل ده. حطينا طاسه على النار، هنزل عليه معلقتين الزيت، زيت مش كتير، معلقتين زيت صغيرين او معلقه. هنزل كده عليهم بالسجق، هنشوحه كويس. طبعا لو حابه تقطعي السجق بتقطعيه، بس بعد ما بتشوحيه عشان ما يفكش منك. انا بحب كده اسيبه زي ما هو. هنديله كده تشويحه. طبعا هو لسه هينزل الماده الدهنيه لانه فيه دهون كتير، عشان كده انا ما حطيتش زيت كتير ولا سمنه. معلقتين صغيرين. يتشوح معانا بالشكل ده. هبتدي انزل عليه بالخليط، البطاطس والخضار بتاعنا، وهنقلبه كويس. بجد شكلها يفتح النفس وجميله جدا. هنقلب كويس بالشكل ده. هسيب البطاطس والخضار يتشوحوا مع السجق حوالي دقيقه، وبعد كده انزل عليهم بالصلصه والطماطم. بعد ما شوحناهم هنزل عليهم معلقتين الصلصه وعصير الطماطم وعليه رشه سكر. طبعا السجق بيبقى متبل وجاهز، احنا تبلنا الخضار بتاعنا والبطاطس. هنقلب كويس بالشكل ده. انا عملت جنبه حبه رز بشعريه، تبقى جميله جدا، او رز ابيض. هنزل كده بعصير الطماطم ونقلب كويس. هسيبها كده تغلي غلوتين، وبعد كده انزل عليه بمغرفه ميه. الميه بتكون سخنه عشان السجق يستوي معانا بسرعه. بعد ما غلت معانا هنزل عليهم بالميه واسيبها تغلي غلوتين، وبعد كده نحطها في الفرن تكمل سواها. طبعا لو حابه تكمل سواها فوق مفيش مشكله، بس الفرن بيديها ريحه جميله جدا. انا حطيتها في الفرن بالشكل ده، هتكمل سوا. بعد كده بحطها على الشوايه. كده خلصت معانا احلى صينيه سجق بالبطاطس. طريقته سهله جدا، اتمنى تعجبكم. والرز بشعريه وجماله، طبعا احنا عملناه مع بعض كذا مره. حبيبي متنسوش اللايك والاشتراك في القناه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.